هنا كيتبين لنا شي وحدين تنسمعوهم في الناس لما كتنكر عليه جانب ديال المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك ودي راه نيته مزيانه باغي الخير. قال له ودي راه النيه الصالحه ما كتصلحناش العمل الفاسد. واحد النيه ما مزياناش راه ما كتصلحناش العمل الفاسد. وانا مثلو وهذا راه ما غاديش تعجب بعض الناس، ما عندنا ما نديرو لهم. هذا امر الله تبارك وتعالى. هذا اللي جالس كيقرا القران جماعه، مجموعين تيقراو القران جماعه، واش ما نقدروش نشكوا في النيه ديالهم. يقول لك حنا تنحبوا القران وتنحبوا ذكر الله ونحبوا كلام الله وبغينا نذكروا الله تبارك وتعالى، ويعدد لك باش ما يتهجرش القران وهكذا، باش ما يتنساش القران. والله ويجي عاد اللهم في ذاك المجلس ولا نجلسوا في الغيبه والنميمه واش مش، وتيدير لك واحد العريضه ديال تيبينها هو المصالح اللي يتوهمها هو، وما كينظرش لديك المفسده العظيمه انه مستدرك على الشرع، انه جاب شي حاجه اللي ما كايناش في شرع الله تبارك وتعالى وما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس كتستغرب كيفاش كيجي هذا الامر عادي، تقولوا راه ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم وما تيوقفش، تيزيد. راه ما دلش عليه هذه النبي صلى الله عليه وسلم وتيزيد، ويتمادى عياذا بالله في غيه وفي باطله. وهذه ما تتذكرش فيها القول في المذهب. علاش؟ لأنه معروف عند القاصي والداني وكل من طالع المذهب المالكي على أن اتفقت كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى وعلى التحقيق في المذهب على أن الذكر والقرآن الجماعي ولا الذكر الجماعي كله يحكم عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى بالبدعة، كما جاء ذلك في البيان والتحصيل. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فأنا تيجي هذا الاجتماع على هذا الهيئة وهذه الصفة هذه خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك اللي نقلوا لنا القرآن كيف داروا حفظوه؟ سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه لذوك اللي جاوا بعدهم، وهكذا نقل حتى نقل إلينا ووصل إلينا ومنقول بالتواتر. راه ما تنقلش بهذه المجالس هذه، وراه في عندهم المبالغات والزيادة في الكلام أن ما يمكن يتخرج حافظ من مثل هذه المجالس أبدا. وسولوا ذوك اللي مشاو حفظوا القرآن وضرب عليه تمارة وهز اللوحة ومشاو قولوا كي درت حفظت القرآن، قولوا صدقنا الله يجزيك بخير، واش في مثل هذه المجالس تتخرج لنا حافظ حزب الصباح وحزب في العشية واش تخرج لنا عبد؟ قلت لا ما يمكنش، هذا اللي يدير هذا ما يمكنش يحفظ القرآن وما يمكنش يتخرج حافظ للقرآن وحافظ لكلام الله تبارك وتعالى. إذن هذا هنا على شنو اختل عندهم؟ اختل عندهم هذا الجزء الثاني اللي هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أعودوا على بدء أذكر الناس مرة نشوفوا المذهب هذا فيه كلام، أنا كلام ما سهلش. الإمام مالك رحمه الله تعالى راه نقلت له هذه الصفة هذه اللي كيديروا الناس، وكما ذكر النووي رحمه الله تعالى وغيرهم الناس كيجتمعوا كيقراوا القرآن على هذه الهيئة هذه. فإذا كان على هذه الهيئة الجماعية فحكم عليه بالبدعة وقال هذا أمر لا يعجبني ولم يكن على الأمر الأول. شو هو الأمر الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان عليه الصحابة، واللي أدرك عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة وش كان من عمل أهل المدينة؟ أنهم حزب الصباح والحزب العشية ما كانش من عمل أهل المدينة. فهنا ما كيجي الحجة ديالهم إلا يدخل لك ديك العارضة ديال ديك هذا نسميها كله استحسان عقلي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال العلماء وأقوال الأئمة في الحكم على ذلك بأنه بدعة وضلالة.